صباح الخير. صباح النور يا رحمن. ايه يا بنت الطعامه دي كلها؟ ايه ده؟ معقول؟ معقول لهود رايحه الجامعه؟ الله يرحمه ابوك، لو كان عايش وشافك رايحه الجامعه ما كانش قدر يمسك نفسه من الفرح. تعرفي يا ماما، اول مره اروح فيها المدرسه الكليه من غير ما البس بقى لبس المدرسه ولا الضفاير ولا الكلام الفارغ ده. يعني كل يوم هلبس بقى اللي على مزاجي. ايه اللي على مزاجك؟ بس خفي لي الروج اللي في بقك ده شويه. مش عايزين نجوزك وانت في سنه اولى. جواز ايه يا ماما؟ انا مش هتجوز غير لما اخد الدكتوراه. يا اختي الشر بره وبعيد، حد يستنى على القمر ده؟ انا عام بنت، طبعا مصروف الكليه يختلف تماما عن مصروف المدرسه، مش كده ولا لا يا انعام؟ الحمد لله، معاش ابوك يا بنتي معايشنا مستورين. خدي. باي باي. ايه يا روحي، مش هتفطري؟ شبعانه شبعانه يا ست الكل، انا مستعجله بقى. باي باي. لا اله الا الله محمد رسول الله. خدي تاكسي من على الشارع. حلو الشجر هناك، حلو بس احنا احلى من الشجر. بابا كان عايز يدخلني الاي سي بس انا ما رضيتش. قصدك يا شراويت ان الجامعه الامريكيه هي اللي ما رضيتش. وانت يا ناهد كنت عايزه تروحي الملاهي بس بابي ما رضيش. كل ما اقابل واحده في الكليه دي تقول لي اني ما بس يعني كنت عايز اروح كليه تاني بس بابي قال لي ايه حكايه بابي دي؟ يعني انا بس اللي كنت هخش الكليه دي. لا يا فالح، انا كنت عاوزه ادخلها وكتبتها كمان اول رغبه في التنسيق. مجدي نقلت جدول الحصص. حصص ايه؟ قصدي جدول المحاضرات يا اخي. ايوه انا قلته، بنقولوا مني استغلوا بقى نباتي من اول يوم. حكم انا عارفكم بتوع مصر يا حلوين، خصوصا انت يا حلوه حاجه شراويتي. طيب والكتب هنستلمها امتى؟ نستلمها؟ هو احنا في كتاب؟ ده احنا في جامعه يا انسه، جامعه. الكتب هنشتريها كتاب لحد ما نكتب الكتاب. لحد ما نقرا كتاب. مالك؟ ما انا عارفه، انا قصدي منين يعني. ايوه هي منين دي مشكله فعلا، بس انا يعني باعتباري كان ليا اخ كبير هنا في الكليه وقديم، يعني يعتبر من اعمده الكليه، كانوا بيلبدوا هنا يعني عارفه. قال لي بقى عايز تستريح يا مجدي في الكليه دي، في 3 زمايلنا يعني هم دول بقى الحكايه، واحد اسمه هشام واحد اسمه مدحت واحد اسمه مختار في سنه رابعه. انت تروح لهم على طول وهم اللي هيعملوا لك كل حاجه في الكليه. هم عيال فراوده يعني بكات. طب هم فين دلوقتي؟ بيقولوا في الكافتيريا، ما هم اللي ماسكينها. كافيتيريا هي فين؟ ده انا من الصبح عايزه اشرب نسكافيه. ناهد إيه تعالي بقول لك ايه في نسكافيه دي؟ نسكافيه؟ اسمها نسكافيه، حاجه بتتشرب كده زي الشاي. يعني مش دواء؟ ده
شراويتي بقول لك ايه، انت حقيقي يعني حقيقي ما كانش ليكي حق انك تيجي الكليه دي. لا هي حقيقي نسكافيه. يعني كان لازم تروحي الجامعه الامريكيه قسم فيسكافيه. ايوه حلو. هقول لكم على حاجه. إيه؟ عارفين ليه النمله بتقعد على الشجره وتدلدل رجليه؟ ليه؟ عشان تنشف الملوكيه. حلوه الملوكيه. ايه أسرة الرواد ترحب بالطلبة الجدد. ايه أسرة الرواد دي؟ هقول لك على، انت عارفه الثلاثه اللي انا كلمتكم عليهم من شويه؟ اهو الثلاثه دول هم اللي ماسكين الاسره دي. كتب تلاقي، شرح تلاقي، كرنيهات يطلعوا لك، عيال تقلوظ القلاووظ بصباع موز. ايه ده، هم للدرجه دي واصلين؟ مش حكايه واصلين، هم بقالهم هنا في الكليه حوالي 15 سنه. عارفه اخوك الكبير؟ ايه؟ اخوك الكبير. وانا هعرفه منين؟ ده انت شخصيا اول يوم اعرفك ايوه فيه. صحيح، هتعرفي مني. اخوك الكبير ده هو اتخرج وسافر واتجوز وخلف وطلع واتحال على المعاش، وهم لسه قاعدين هنا في الكليه. والله ايه هم بيسقطوا كل ده؟ مش حكايه سقوط، يعني هم تقدروا تقولي واخدين موقف موقف من مين؟ من الامتحانات. جرسون. تعالى كلم شراويت. روحي النسكافيه من فضلك. ايه يا شراويت؟ برضه تاني هتاخد دواء تاني. بقول لك ايه يا شراويت، خدي واحد حلبة حصى عشان تتغذي وتبقي كده. لو هاتف في شاي في حاجه ساعه. خلاص عايز الشاي، بس الشاي بفتلة. حاضر. بقول لك ايه، هشام فين؟ لا صعب تلاقيه دلوقتي، لا هو ولا الاستاذ مدحت ولا الاستاذ مختار، بس النهارده اول يوم وزمانهم دلوقتي مشغولين قوي. صباح الخير يا جماعه. الحمد لله على السلامة. دكتور عرفه، مش ممكن. دكتور عباده وحشني جدا جدا جدا. انت اكتر يا راجل. اهلا. والله يا دكتور الكام سنه اللي انا قعدتهم في الامارات ما غبتوا عن عيني لحظه واحده. الحمد لله على السلامة. واخبار الكليه ايه؟ تمام؟ تمام، ده احنا كنا في انتظارك عشان تمسك رئيس القسم. في حاجات هنا متلخبطة قوي مش هيعدلها غيرك. والاجيال الجديده من الطلبه عاملين ايه؟ لا كويسين؟ غيرنا خالص يا دكتور. ظروفهم صعبة عشان كده تلاقي استيعابهم اقل. جيل حظ وحش. بس انا كان في موضوع كده عاوز اكلمك فيه. خير؟ 3 طلبة يا سيدي مغلبيننا. في سنه ايه؟ في سنة رابعة، وبقالهم 8 سنين مقطعين علينا. يعني ايه؟ وساكتين عليهم ليه؟ زملائي، زميلاتي، اصدقاء، اولا احب اني ارحب بيكم في الحياه الجامعيه، واحب اقول لكم حاجه مهمه جدا. احنا بنقضي في الجامعه اجمل ايام حياتنا، اجمل ايام شبابنا. علشان كده مش لازم نضيع اي يوم بنقضيه في الجامعه هباء. المذاكره والنجاح مش هما كل حاجه في الحياه الجامعيه، لا، لازم نطلع رحلات، نعمل حفلات، لازم نغني، لازم نحب. هو ده هشام؟ ايوه هشام يا شراويت، هو اصلا قسم تاريخ، خلص تاريخ دخل جغرافيا، خلص جغرافيا دخل اجتماع. موسوعه متنقله، يعني تقدري تقولي كده سوبر ماركت. لا 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 لا، انا مش بهزر. احنا فعلا لازم نحب، لازم نحب بعض، نحط ايدينا في ايدين بعض، ونعمل جاهدين على رفع اسم مصر عاليا، لان احنا مستقبل مصر. انا ما بقولش كلام خطب وجرايد، لا، بكره بالنسبه لنا مش باين، مجهول. اذا ما فيش قدامنا غير النهارده علشان نعيشه كما ينبغي. اي حد ليه اي طلب يجيلي وانا اسعى اني انفذه له. اعتبروني اخوكم الكبير، وانا هعتبركم كلكم اخواتي. الدرجة دي واكتر يا دكتور. دول مراكز قوة في الكلية، الطلبة بيخافوا منهم اكتر مننا. دي وصلت انهم بيطبعوا ملازم يشرحوا فيها كتبنا. الطلبة بيسيبوا كتب الدكاترة ويروحوا يشتروا الملازم بتاعتهم. ليه؟ بيأثروا عليهم ازاي؟ معرفش، زي ما يكون عاملين لهم تنويم مغناطيسي. بيبوظوا علينا كتبنا؟ لا، لازم يتخذ معاهم اجراء حاسم وسريع. واضح ان مشاكلنا كلها
مشاكل اقتصادية، اللبس، المواصلات، الكتب الجامعية. لا يا استاذ، مش كلها اقتصادية. حضرتك ما قريتش سؤالي ولا ايه؟ انتشر. حتى المشاكل العاطفية يا أصدقائي هي مشاكل اقتصادية، لكن ولا يهمك، إن شاء الله كل ده هنحله. إحنا هنعتبر كليتنا دي بلد صغيرة، هنديرها بأفكارنا إحنا، بسياستنا الخاصة. ومن هنا ورايح أنا مش عاوز حد يقول لي يا أستاذ هشام، أنا اسمي هشام وبس. كل العلاقة اللي بينا لا يربطها سوى الحب، سوى المنفعة المتبادلة. حاجة تجنن، حاجة تجنن، وانت كبير او انت صغير، وانت كبير او انت صغير، افكارك ممكن تتغير، افكارك ممكن تتغير، تبقى مخير ولا مسير. حاجة تجنن، حاجة تحير، حاجة تجنن، حاجة تحير. مهما تعيش في الدنيا تلاقي أحلامك بتدور في سواقي، مهما تعيش في الدنيا تلاقي أحلامك بتدور في سواقي. انت عليك تحلم وتحاول، انت عليك تحلم وتحاول، اما الدنيا عليها الباقي، بس العمر الحلو قصير. حاجة تجنن، حاجة حاجة تجنن، حاجة تحير. اللي انا كنت بحبه امبارح قمت الصبح بقيت كرهاه، اللي انا كنت بحبه امبارح قمت الصبح بقيت كرهاه. حتى عذاب الالم البارح، حتى عذاب الالم البارح، شفت الوقت بقيت حباه. عمري ما كنت في يوم اتصور. حاجه تجنن، حاجه تحير، حاجه تجنن، حاجه تحير. تنجح تفشل تفرح تزعل، لكن اوعى تبطل تسأل. تنجح تفشل تفرح تزعل، لكن اوعى تبطل تسأل. ركز واسأل وارفض واقبل، ركز واسأل وارفض واقبل. عايز توصل تبقى الأول، خليك كده على طول واتأمر. حاجة تجنن، حاجة تحير، حاجة تجنن، حاجة تحير. قلت يا دنيا انا جاي لك شاري، بعد ما كنت بخبي وداري. قلت يا دنيا انا جاي لك شاري، بعد ما كنت بخبي وداري. جيت اختارك راضي بنارك، جيت اختارك راضي بنارك. والاسئله كلها اجباري، بس ما فيش ولا حرف مقرر. حاجه تجنن، حاجه تحير، حاجه تجنن، حاجه تحير، حاجه تجنن، حاجه تجنن، حاجه تجنن، انا لازم اقعد مع الولاد دول واتكلم معاهم بنفسي. احنا معتمدين على الله وعليك يا دكتور عباده، بس انا بقول يعني نتناقش معاهم، نعرف هم عايزين ايه بالظبط، طلباتهم يعني، ونحاول نوصل معاهم لحل وسط. انا برفض الحلول الوسط رفضا باتا. مفيش حل مع الولاد دول سوى العنف، يعني لازم نديهم فوق دماغهم. الفلكه اللي كان المشايخ زمان بيستعملوها هي اللي طلعت طه حسين والعقاد وغيرهم، انما الدلع اللي احنا بندلعه للطلبه هو السبب في الانحراف والبوظان اللي بنسمع عنه وبنشوفه كل يوم. الولاد دول لازم اجيبهم مكتبي فورا. مظبوط يا دكتور. دكتور عرفة،
شايف صوابعي متبهدله ازاي؟ استاذ الانجليزي الله يمسيه بالخير كان ما يحللوش الا انه يضربني على ظهر ايدي، والنتيجه ايه؟ دكتوراه في الادب الانجليزي. ربنا يزيدك كمان وكمان يا دكتور عباده. يزيدني ايه؟ دكتوراهات يعني. ايدي اسم. حاضر. نائب عبد اللطيف زكي. ايه اخبار البيع النهارده ايه؟ قد كده يا هشام. الشاورما زي ما هي. العيال جايبين سندوتشات معاهم ولا ايه؟ الحاله الاقتصاديه بقت صعبه قوي يا اتش. فاكر زمان لما كنا بنبيع 1000 سندوتش في اليوم؟ لميت اشتراكات الاسره. في ناس كتير قالت اساميها وقالوا هيجيبوا الفلوس بكره. ومدحت فين؟ انسه شروت، تقدري تعتبري ان انا ضليع في الرياضه الماليه والمحاسبه كمان. وان شاء الله ما دمت انا معاكي اعتبري نفسك ان انت عديتي في المادتين دول، ولما اعمل الملازم ليكي ملزمه هديه. حضرتك يعني لا 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 لا، ما بحبش الجو ده خالص. حضرتك وسيادتك على طول قولي لي يا مدحت. ما هو اللي مستغربه له اللي انت شاطر جدا وواضح انك فاهم كل حاجه، ومع ذلك ما نجحتش مش كده؟ باين اهو السؤال في عينك دي. وما سبتش الجامعه ليه لحد دلوقتي، صح؟ اهو باين السؤال في العين التانيه. هو السبب بسيط جدا يا انسه شروت، ان انا مسخر نفسي لخدمه الطلبه ولخدمه العلم. تقدري تقولي ان انا النبراس اللي بيضيق لغيره الطريق عشان يشوف ويمشي. الشمعة اللي بتحترق علشان غيرها يشوف ويعيش. لا يستحق ان يولد من عاش لنفسه فقط. ولا ايه يا انسه ناهد؟ هشام، انت برج ايه؟ الثور. بس انت بتعتقدي في الحاجات دي؟ يا خساره كان نفسي تطلع برج الجد. وانا كنت صغير معرفش، لما اتولدت ورحت طالع طور كده. وبعدين هو الطور ولا الجد يعني ما رحناش بعيد. ازاي بقى؟ لا طبعا في فرق كبير جدا بين الثور والجدي. وبعدين برج الثور بخيل. انسه امل، ممكن اعزمك على 3 حاجه ساقع في الكافتيريا؟ ايوه لكن ارجوكي ما تكسفنيش. عازمك على 3 خلاص، يبقى خلاص هما 2 عشان خاطر. اوكي. سندوتش واحد بس. 2 4. اي الدول على حساب مختار. هات كمان 4 عيدهم على حسابي. السنه دي باين عليها جايه علينا بخساره ولا ايه؟ خد الله. اهلا يا سناهد، اموري. ميرسي، انا هطلب بنفسي. يا شيخ انا عازمك. انا اسفه يا هشام، ما بحبش اعزم ولا تعزم. هشام، دكتور رئيس القسم عاوزك. الدكتور عرفه؟ لا، ده رئيس القسم الجديد. عايزنا احنا ال3؟ اكيد طبعا احنا ال3. امال يعني بعد اذنكم يا جماعه، رئيس القسم بس عاوزنا. اكيد في مشكله معصلجه قدامه وعاوز نحلها له. الواحد مش عارف يعمل ايه ولا ايه في الجامعه دي. يلا يا ولاد، اقول لك ايه، الشغل ممنوع وما تملاش السندوتش قوي. يلا. يا ترى عاوزنا ايه؟ اشمعنى احنا 3 ازاي؟ شكل رئيس القسم الجديد ده كشر، ظريف، غدت، طويل، قصير، تخين، الله اعلم. اتفضلوا يا كباتن. رجب، اقف على الباب، لا تدخل حد ولا تخرج حد. مش ممكن، مش معقول حد يقرصني. حسام، مختار، مدحت، احنا دخلنا الكلية دي مع بعض في يوم واحد. قضيت معاكم اجمل ايام حياتي، وسافرت، خدت الماجستير والدكتوراه واشتغلت ورجعت لقيتكم هنا زي ما انتوا. انا زي ما انا وانت بتتغير يا عبيده. فاكر انا يا دكتور لما كنت بتاكل اكلنا؟ ايوه والله ولبسنا بدل. واخرتها هتفضلوا كده؟ يعني الكلية مش طايقاكم. الأساتذة طهقانين منكم. كفاية بقى. في أوروبا الولد لما بيكمل 16 سنة بيسيب البيت،
بيعتمد على نفسه، واظن 15 سنه في الجامعه كفايه. تقصد ايه يا عباده؟ الظاهر الدكتوراه غيرتك. لا، ظاهر ان الفلوس اللي غيرته. اسمعوني كويس. هم ما ينفعش معاهم غير كده. بصراحة ربنا أنا خفت لحسن يعمل فيهم حاجة، خفت على نفسي وخفت على الكلية، اديت خبر للدكتور. اسمعوا يا جماعه، أيوه. دكتور عباده ده ما يعرفش يمر حميني. يا سلام. انا عارفه، كنا بندرس سوا في جامعه الخرطوم. طالب بس اتكلم قبل ما يرفع ايده. تصوروا حصل ايه؟ حصل ايه؟ الولد يا عيني ليلتها بات في المستشفى. للدرجه دي؟ ده راجل دغري، ده اشرف لغايه دلوقتي على 30 رساله دكتوراه، ضرب فيهم 60. ازاي؟ كان بيضرب الطالب اللي بيقدم الرساله واللي بيكتبها له كمان. هوبا، على ايدك لما اروح اشوف حسن يعمل فيهم حاجة. لا استنى يا رجب استنى. سيبه خليه يربيهم. ابوس ايديك وحلوا عني، ارحموني. ما هو انتوا السنه دي هتنجحوا، يعني هتنجحوا عشان خاطري. نفسي احس ان بقيت دكتور ورئيس قسم. ربنا يستر طريقكم يا رب. الموضوع كبر قوي. شوف عباده ماله يا دكتور الشام. شوف يا دكتور، انا مش فاهم احنا عملنا لك ايه؟ ما هو نجاح مش هننجح، احنا مرسين امورنا والحمد لله وبنكسب لقمتنا بالحلال. هنخرج بره نعمل ايه؟ مفيش شغل. وبعدين افرض اتخرجنا هتشغلنا حضرتك؟ اشغلكم في الحكومه ب 48 جنيه في الشهر. احنا يا بابا بنطلع المبلغ ده في يوم. يعني ايه؟ مصرين ما تنجحوش؟ طيب تقدر تقول يا دكتور ان احنا واخدين موقف من النجاح. يا اخر حاجه كنت اتصورها انك انت تبقى باصص لنا في لقمه عيشنا في السبوبه. ما كانت قدامك الفرصه تبقى معانا، كان زمان ربنا كرمك وبتاكل معانا عيش. انت اللي فشلت ونجحت ورحت عملت دكتوراه. حظك، نصيبك. ارضى باللي كتبه لك ربنا يا اخي، حتى عشان ربنا يبارك لك في القليل. انما هتقعد تنبر علينا، ما انا هنقل ادبي بقى عشان انا اتخنقت. فهمت؟ ما هو شوفوا بقى، انا مش هتحايل عليكم. انتوا السنه دي ناجحين وكل واحد فيكم يشق طريقه في الحياه زي ما يحب، بعيد عننا. طيب يا عبيده، الدكتور عباده. طيب يا دكتور عباده، لما نشوف بقى مين فينا اللي هينجح مين. ولو انت دكتور من ظهر دكتور يبقى نجحنا. الو، اديني رئيس الجامعه. المشكله مصمم ينجحنا. شفت هو بيقول هتنجحوا، يعني هتنجحوا. شفت الغل اللي جواه هو بيقولها. طب وبعدين يا جدعان احنا لازم نشوف حل في الموضوع ده. يا جماعه ما تصدقوش كل ده تهويش. هيعمل ايه؟ مش هيقدر يعمل حاجه. طب انا هسيب الورقه فاضيه مش هكتب فيها ولا كلمه، اما اشوف بقى هيعمل ايه. مش هيقدر ينجحني ده ايه؟ انتحر. هشام، طب افرض بقى ان انتوا نجحتوا. ما تبصليش وشي. اصل لو نجحنا هتبقى مشكله، هنضطر ندور على شغل، وانت عارفه يا ناهد الحاله الايام دي شكلها ايه. اكلم بابي يشغلكوا عنده. انا ارفض ان بابي يشغلنا عنده. مش دي المشكله، احنا اتعودنا خلاص ان احنا نبقى اصحاب شغل، وبعدين احنا ما يهمناش الماده، احنا يهمنا مصلحه الطلبه ومصلحه المجموع. يا ترى الدكتور عباده ده برج ايه؟ دكتور برضه؟ يا فندم دول قضيه، دول دفعتي انا يا دكتور. احنا لو سيبنا الموضوع بالشكل ده مش بعيد نلاقي اب وابنه زملاء في نفس السنه، ومين عارف مش يمكن يتخانقوا على بنت بيحبوها هما الاثنين. انا ابويا خد الثانويه العامه معايا وكان بيغير مني، بقى يجيب الكتب الخارجيه لنفسه وما يرضاش يخليني اشوفها. ارجوك يا فندم تهتم بالموضوع. ادي رئيس الجامعه ووزير التعليم وكلمناهم، يبقى فاضل مين؟ الو، الامم المتحده، اديني
محاضرة مش مشكلة. بكرة هجيب لك شوية ورق عسل فيهم الشفا. أصل الدكتور عمادة ده زميلنا أساسا وكلنا عارفين هو بيفكر إزاي. طب إيه رأيك بقى من قبل ما يتكلم ولا كلمة؟ أنا أقدر أقول لك هو هيحط الامتحان إزاي. مختار، هي مامتك برج ايه؟ شوفي، بالرغم من إنها مامتي لكن عذراء. برج العذراء. دي تبقى حما صعبة قوي. بالعكس، ست طيبة قوي وحنينة. بعدين هي عايشة في البلد مش عايشة معانا هنا في القاهرة. يا حرام، يعني انت عايش لوحدك؟ امال مين اللي بيطبخ لك الطبيخ ويغسل لك الغسيل ويمسح لك البلاط؟ طول عمري بحبه يا ماما. بس انت مزودة الحب اليومين دول حبتين. بصي يا ناهد، اذا كان اللي شاغل بالك ده زميل في الكلية ابعدي عنه يا بنتي. طلبة الكلية حلوين وزي القمر، لكن ما يعرفوش يشيلوا مسؤولية. دول ما يعرفوش الا الحب، عيال. لا يا ماما، ده مش عيل، ده عنده 35 سنة. ايه؟ يا نهار اسود، هو سايق كم مرة؟ بقول لحضرتك موقف يا بابي، ده ممكن ينجح ويطلع الأول كمان، بس واخد موقف وده اللي عاجبني فيه، عاوز يعتمد على نفسه. لا ده كلام عيال يا بنتي. لا والله أبدا يا بابي، ده أنا حتى عرضت عليه شغل عند حضرتك. تعرف عمل إيه؟ عمل ايه؟ شتمك يا بابي. شفت حضرتك حد في الدنيا ممكن يعمل كده؟ مادام لسه طالب يبقى يتنيل على عين اهله، مفهوم؟ أرجوك يا بابا. الواد ده صايع وملوش مستقبل يا بابا بس شوف، اقرا له الطالع وانت هتعرف. ده أول إنسان أحبه في حياتي، برغم إنه برج الثور، بس حبيته. الواد ده آخر واحد تفكري تتجوزيه، لأن برجه مائي وبرجك ترابي، ولما تتجوزوا تراب ومية هتبقى عيشتكم طينة. مش مهم يا بابا، المهم إن ده أول إنسان قلبي اختاره. طالب يعني نص راجل، يخلص نشوفه نتكلم معاه. دلوقتي التفتي لمذاكرتك يا قلة الأدب. عملها عبادة، نجحنا. خونة دكتور عبادة، انت عندك مشاكل في النتيجة بتاعتك؟ اطلاقا يا فندم. طب امال ايه حكاية الاولاد اللي عاوزين يصححوا ورقهم تاني دول؟ والله ممكن سعادتك تشوف الموضوع ده بنفسك. يا فندم، احنا نطالب بإعادة تصحيح أوراق الامتحان. طيب انتوا ساقطين في مواد ايه وايه؟ للاسف يا فندم احنا ما سقطناش. امال ايه؟ نجحنا. ايه ده؟ انا مش فاهم حاجة ابدا. انا يا فندم افهم سعادتك الموقف. الطلبة دول الواد مدحت ما استحملش الصدمة يا عيني، هيتجنن. قطع عيشنا، ربنا ينتقم منه. طب احنا هنقعد نقول كده ولا هنعمل ايه يعني؟ شوف، احنا كل واحد مننا يدور على رزقه بقى في حتة جديدة. هنعرف ربنا معانا، ربنا معانا.
عمر ارجوك يا ماما ما تكسفوش. عايزاني اقول له ايه؟ يا بنتي ده لا وظيفه ولا فلوس ولا شقه، يعني عايزاني ايه؟ ارميكي؟ علشان خاطري يا ماما والنبي يا ماما اديله فرصه، حاضر، اديله امل اما اشوف اخرتها معاكي. ربنا يخليكي. اهلا يا ابني. اهلا بيك يا طنط. ارجو ان تكون الانسه ناهد ادت حضرتك فكره عني. هي قالت لي، بس انت لغايه دلوقتي ما لقيتش شغل. انا مش عارفه اقول لك ايه. لا ما هو ان شاء الله ما انا مقدم في نادي الزهور. هتلعب يا ابني؟ لا يا طنط انا كبرت على الحكايه دي، انا هدرب. اصل انا كنت بطل الجامعه في الكاراتيه. بس هم وافقوا. ان شاء الله هيوافقوا. هي الحكايه دي بتكسب. هم هيدوني مكافأة بسيطة كده لغاية إن شاء الله ما أثبت نفسي. أنا مش عارفة أنت عايز تعمل إيه؟ عايز تقدم شبكة ولا تكتب الكتاب ولا مش عارفة أقول لك إيه؟ لا كفاية قراية فاتحة قوي لغاية ما ربنا يسهلها لي كده وأعمل لناهد ليلة ما حصلتش. اسمك مختار وامك اسمها سكينة. مظبوط. من شبرا 4 حارة نصار عطفة الحواوشي. بالظبط. وجاي تتقدم لبنتي. الله ينور عليك. وانت كحيان وعدمان وما حلتكش الوضع وواطي. بص هناك. بص هناك. بص مش معانا. بص. ايه يا مختل؟ ما تبص هنا. انت كده متأكد انك باصص فيه؟ انا هجوز بنتي لواحد شباب. اسمع يا مختار، امل مش ليك وانت مش ليها، وهتدربس معايا هتربس مع سكينه. مين سكينة دي؟ امك. طلبك مرفوض 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 يا ولدي. بس أنا ماليش كلام معاك. ليه؟ هتتكلم مع مين؟ مع تفيدة. تفريد مين؟ امك. امك. ايه ده؟ راجل دش. ايه؟ مالك مالك؟ الو. يا مختار، ازيك يا حبيبي؟ عامل ايه؟ الحمد لله. اهو كل يوم بسلم الافات واستلم الافات، واخر الشهر بابا 68 جنيه. انت بتتكلم منين يا؟ أنا بكلمك من عند شاب في النادي. يعني ظروفه كده برضه. بياخد له 70 جنيه في الشهر. أيوه الظروف قليلة معانا كلنا. شغل بالليل؟ ليه وراك ايه؟ لا ما انا الصبح في المطبعه وبالليل في الكباريه. لا طبلة ايه يا راجل؟ شغلانه الطبله دي انا بطلتها من زمان. لا ده شغله لا لوني ولا طبعي ولا شكلي خالص. لا الحمد لله شغال شغلانه محترمه جدا. يا رجب. ايوه. هات يا ابني واحد سحلب وكتر الحليب شويه. من ناس. بقول لك ايه، مدحت فين؟ استاذ مدحت؟ جاي هناك اهو. ما تمد يا ابني يا حبيبي. ايه؟ ازيك يا هشام؟ مالك مزعبل كده؟ بس يا هشام بس اللي انا قرفان من عيشتي ومن حياتي ومخنوق خنقه ما يعلم بيها غير ربنا. ليه بس؟ شروت تفرحها بكره. ايه ده؟ مش ممكن. يا رجب هات شيشه يا رجب. شيشه؟ انت بتشرب شيشه يا مدحت؟ من غلبي اي حاجه انفخ فيها اطلع النار اللي جوايا. يا مختار فين؟
ما شفتوش بقالي اسبوع. يكون عمل في نفسه حاجه بعد الراجل ابو امل ده ما رفضه. ده راجل مخلول، حد يرفض شاب زي مختار؟ خلص انت هتشربها. طلبها لك انا ولا ايه؟ وانت عامل ايه مع ناهد دلوقتي؟ امها تعبانه قوي يا مدحت. لا انا بحبها ولا هي بتحبني. انت هتتجوز امها، المهم البيت. ما حالفه اني لو ما كونتش نفسي في خلال سنه هتفسخ الخطوبه. من الناس اللي عايشه دي عملوا ايه؟ دي البلد يا جدع مليانه عربيات وفلل. الله اعلم. المهم الواحد بينام وضميره مرتاح. الحمد لله انا ما بنامش اساسا. ادي اللي كنا بنتكلم فيه. عربيه اكتر من نص مليون جنيه اهي. يعني مش تحل مشاكلي ومشاكلك بس، ده تحل مشاكل الجيل كله. على رايك عماره ماشيه على الارض. يا مختار يخرب بيتك. انت اتجننت يا مختار؟ حد يشتغل على عربيه زي دي؟ انت مش عارف انها لو اتخبطت هتقعد طول عمرك تسدد في ثمن الخبطه؟ ايه ده؟ ده باسمه يبقى عمل عامله منيله. انزل انا من العربيه دي فهمنا انا ولا انزل انا. انا اسف يا جماعه مش هقدر اقعد معاكم على القهوه الحقيره دي. احنا لازم نقعد في مكان محترم يليق بيا علشان نعرف نتكلم. يلا. في ايه؟ ايه انا في ايه؟ انا مش فاهم. في ايه يا عم؟ عربيتك ملكك دي ولا؟ اقفل ده يا اخي ورد عليا. يا بابا مستعجل على ايه؟ هقول لك على كل حاجه. يا مدحت تكييف كويس ولا مضايقك؟ الله يخرب بيت مدحت لبيت اليوم اللي اتولد فيه مدحت. هو مدحت عايش؟ مدحت ميت يا ناس. ايه العربيه الفخمه اللي احنا راكبينها دي يا هشام؟ طياره دي ولا طياره؟ والله العظيم طياره يا ناس. انت هتقول جايبها منين ولا اخطفها؟ هقول كل حاجه، بس انا دلوقتي عايزكم تعيشوا. عيشوا. سيبك من الكاسيت والحاجات دي دلوقتي واتكلم. قتلت حد، سرقت بنك، حشيش، هيروين يالا، ورثت. ورث ايه؟ ده فقر هو وعيلته، ده انا حافظهم زرعا عن قلب. انت يالا الواد ده عمل عامله سودا. انت يالا. اقعدوا دببوا اقعدوا وانا اقول لكم على كل حاجه. يا جماعه انا لا قتلت ولا سرقت ولا زورت، تهربت هيروين ولا حشيش. انا ما خالفتش ضميري ولا لحظه. انا ما خالفتش القانون. يلا بينا يا هشام، يلا بينا. اصل انا مش ضايق عصافير ولا راكن الفيل بره. انت يالا قول جبت فلوس منين؟ عاوز تفهمني انك اشتغلت شغلانه شريفه وجبت ده كله؟ مين قال لكم ان انا اشتغلت؟ كمان؟ امال ايه؟ لقيت الفلوس في الشارع؟ انا اتجوزت. اتجوزت؟ اتجوزت امل؟ امل بومبا يا حبيبي. امل اتخطبت لابن عمها، كان جاهز يتقدم، وافقوا عليه. انا بقى خدت استماره 6 يعني مرفوض. امال اتجوزت مين؟ انسانه حبتني اتجوزتها. اديك شايف العز اللي انا عايش فيه. لبس، عربيه اخر موديل، دفتر شيكات، من كله يا ابني. اكيد دي انسانه متخلفه عقليا اللي تدي لك العز ده كله. تقدر تقول لي قصاد ايه؟ ايوه قصاد ايه؟ هو لازم كل حاجه قصاد حاجه؟ حبا لله في الله يا اخي كده. لا يا سيدي مفيش حد بيعمل حاجه لله النهارده. طب مراتك بقى اللي انت متجوزها دي فين هي؟ مش عايشه معاك ليه؟ هو ده السؤال الوجيه اللي انا كنت عايز اساله. مش عايشه معاك ليه؟ ايوه مراتي عايشه في فيلتنا في المعادي. انا بقى كل يوم في سويت شكل. اما اذهب الفيلا كده قدامي من الباربيكيو، من الساونا، من البسين، اجي اقعد في سويت ما. انا بقول اديله نوك اوت قضيه اعدل له عينيه ونخلص منه. انا فهمت قصدكم يا جماعه، فعلا مفيش حاجه بتستخبى. انا هجاوب على كل الاسئله اللي انا شايفها في عينيكم. اتفضل. هي دي؟ ايوه مالها؟ ست بتحبني، ادتني كل حاجه، اسيبها ليه؟ في زمن زي ده اسيب واحده زي دي؟ يبقى انا عبيط. مختار اخويا حبيبي، الف مبروك.
الف 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 مبروك يا مختار. بس انا برضه زعلان منك قوي. ليه؟ معقوله ما تعزمش صاحبك اخوك حبيبك؟ صاحبك ايه؟ انت يا ابني قول لي ازاي تتجوز واحده زي دي؟ هشام انا مقتنع باللي انا عملته. انا عايز اعيش يا اخي، من حق اعيش. اللي عمله مختار ده عين الصح. فرصه بتيجي للبني ادم مره واحده بس، وبعدين الراجل ما غلطش. الراجل اتجوز يا جدع. لا، ده ما اتجوزش، ده باع نفسه. الراجل اللي يبيع نفسه زي الست اللي تبيع نفسها. انا اسف اني عرفتك في يوم من الايام وكلت معاك عيش وملح. اخس. جدع روح، نكدت علينا. نكد عليك يا حبيبي ولا يهمك. الف الف مبروك. بالنسبه للعروسه اسمها ايه؟ النوس. ايوه اسمها العروسه اسمها ايه؟ النوس ده الدلع. انما الحقيقي بقى انشراح. طب ابن حلال يالا. طب ابن حلال انا كنت عايز اسالك سؤال بس من غير حساسيه، احنا اخوات ما فيهاش حاجه، انا معلش احنا بنتكلم ما فيهاش حاجه. هو بس سؤال صغير. بالنسبه مراتك انشراح مالها؟ ملهاش اصحاب؟ سلي يا خالتي. ادي لوز، ادي فستق، وادي بندق. ايه ده كله؟ ايه ده يا ابني؟ وانا في اسنان للحاجات دي؟ ثانية واحدة. كسارة صناعة ياباني. تحط اللوزة هنا ايديك تتكسر، القشرة هنا واللوزة مقشرة هنا. اتفضلي يا خالتي. طول عمرك حنين زي امك. والله يا ضيا اختي الوحيدة اللي كانت فوق راسي امك، انما كنت احبها دون عن كل اخواتي، احبها موت. يا خالتي انا بقالي 12 سنة في الخليج، مفيش سنة ضيعتها اونطة. السنة دي بوتاجاز وتلاجة، السنة اللي بعديها غسالة وخلاط ومكنسة، والسنة اللي بعديها سيراميك. ما بضيعش وقتي. خالتي يا خالتي. عينين خالتك. خدت شقة في فيصل. هو في حد معانا يا ابني؟ وطي صوتك، الحاجة لما بيتنبر فيها ما بتقعدش. ما دام العين صايباك كده اعمل حجاب. يا طنط انا مش عامل حجاب، انا عامل تدسانة. بصي اهو اهو اهو. ربنا يحفظك يا ابني. هي فين؟ راحت فين يا خالتي؟ نزلت تصور ورق وجايه. لغاية دلوقتي؟ الساعة 8:30 دلوقتي يا خالتي. هشام انا وفرت 100 جنيه بحل اهم، ودلوقتي تقدر تجيب الدبل. معقولة انا هاخد منك برضه حياة دبل؟ ما انت يا حبيبي ياما هتجيب لي، يا اما ماما بقى هيبقى لها تصرفات تانية يا هشام. ناهد خلي فلوسك معاكي، انا لسه بصحتي واقدر اشتغل واجيب فلوس. علشان خاطر ماما بس يا هشام، قلقانه ومش مستريحه ان احنا لحد دلوقتي ما لبسناش دبل. طب علشان خاطر انا كان لازم تستنوني يا خالتي. انت عارفه ان انا متكلم على نهد واحنا صغيرين، اسافر اكون نفسي اجي الاقيها اتك طارت. والله يا ابني انا ماليه مزاج للجوازه دي ابدا، انما اعمل ايه؟ ده ما حدوش اللقطه واكل عقل البيت. طب اللي ما السما ده بيشتغل ايه؟ انا عارفه يا ابني، هو بيقول بيشتغل في النادي، لعب عيال كده. بيشتغل ايه في النادي يا خالتي؟ مش عرفني بيلم كور ولا بيمرن كاراتيه. كاراتيه؟ قصدك بيلعب كاراتيه؟ هو اللي بيقول. احنا ما نتهوش يا خالتي، احنا ما يهمناش ابدا، ما دام ما حصلش اتفاق انا اسمح له يدخل البيت ده. ربنا يسمع منك يا حياتي. خالتي شايفه الهديه اللي جايبها الناهد؟ الله، ايه دي بقى؟ شبكه ولا ايه؟ شبكه ايه يا خالتي؟ شبكه لازم تكون مرسيدس، خنزيره، تمساحه، حماره. ما تكسفنيش بقى يا خالتي. خد انت قدمها لها بنفسك وافتح لها الباب. قوم. ميرسي يا خالتي. ايوه حاضر. ناهد الحمد لله على السلامه. الو هشام،
وحشتني قوي يا هشام. ال5 دقايق دول انت بتتكلم من على ناصية الحارة؟ طيب يا حبيبي، تصبح على خير. لا اله الا الله. ناهد، ديتك يا ناهد، لفيت عليها الكويت كلها. ايوه دي، لكن عايز اشوفك لابساها يا ناهد. حضرتك عاوز ايه بالظبط؟ يعني مفيش حاجة أخف من كده؟ دي اخف حاجه عندنا. طب هما الاتنين بكام؟ 200 جنيه. طيب أنا هاخد واحدة بس وأبقى ألبسها يوم والعروسة يوم. لو سمحت، هو مختار بيه لسه ما وصلش؟ مختار بيه وانشرح يعني متصل من العربيه وقال له ما في السكه. من العربية؟ لا اتفضل حط عادي، ده سؤال يعني. والله بقيت معروف هو مختار في المطاعم الكبيرة. الله يرحم أيام الكشري على العربيات وسندوتشات المكرونة. والتاني بيقول لك مبادئ. المبادئ قال الجعان الشحات. انا بدوي. عليك يا بدوي. انا عارف ان حسابنا تقل بس مش كده يعني. يا جدعان برضه خلاص. قد منكم يا باشا. كنت لسه اؤمر يا باشا. بدوي انا يا باشا. عندك ورد؟ عندي يا باشا. قليل قوي هنا. حاضر يا باشا. جميل. والدقه كمان يا باشا. والدقه كمان اللي بتحبها. خد يا باشا. خد يا باشا. والدقه كمان اللي بتحبها يا باشا. لا مش مقدر. خد يا باشا. خلاص بقى يا بدوي. ايوه يا باشا. ماشي يا باشا. خروف خروف باكل خروف يا ناس. سوري يا مدحت، سوري. معلش اصل انا كنت في الساونا وانوش كانت بتعمل ايروبكس. انوش؟ ايوه انوش يا حبيبتي. اقدم لك الغالي مدحت، من اجمل واحلى الاصدقاء المقربين ليا. 19 سنه زمايل في الكليه. تشرفني يا استاذ مدحت. يشرف مقدارك يا حاج. شرف مقدارك يا انوش هانم، اهلا وسهلا. مختار، انت بتدخل سجق اليومين دول؟ جاهل، مش عارف الفرق بين السجق والعسليه. والله ما له لازمه كل الاكل ده، مين اللي هياكله؟ ناهد لازم تتغذى وتتربرب عشان تعرف تذاكر يا طنط. خدي دي من ايدي. ميرسي قوي يا ديان، انا كلت ومش ما عليك يا ناهد، ما تكسفوش. يا ترى مين اللي جاي دلوقتي؟ لا والله العظيم ما حد فيكم قايم. اقعدوا الواكلين يكفيكوا شر الجايين. وايه اللي يجيبوا دلوقتي؟ هو مين ده؟ ايه؟ الانسه ناهد موجوده؟ مين حضرتك؟ هشام. اتفضل يا هشام. مساء الخير يا طنط. اهلا. اتفضل. ما تيجي تاكل؟ لا شكرا، واكل قبل ما اجي. ما تعرفناش بالاستاذ يا خالتي. ما تعرفناش بالاخ يا ناهد. ضيائي ابن خالتي. هشام خطيبي. رايح اغسل ايدي. خدني معاك. وده بقى مقيم عندكم هنا؟ لا طبعا، هو بس جاي يتغدى معانا النهارده. مبروك. هو اللي جاب لك دي؟ هديه. وانت بقى اي حق تقبلي منه الهديه؟ ابن خالتي. نفسي اعرف ناهد هتتجوز ده ازاي؟ في ايه ده؟ مش عارف، ده لا شكل ولا منظر ولا حاجه ابدا. يا ابني احنا لسه عملنا حاجه؟ ده ولا قرا فاتحه ولا لبسها دبله ولا جاب لها شبكه. لك عليا انا هزهقه لغايه ما يمشي. طنط، شقة فيصل انا
ركبت لها كلها سرابيك. الف مبروك يا عم. صوت صوتك. يخرب عقلك يا مدحت، دمك زي الشربات. ولسه انت شفتي حاجه؟ ده انا قرد مسلسل. ده انا هموتكم من الضحك. طب انا هحكي لك على موضوع بقى عجيب قوي. وانا في روما في ايطاليا يعني، وماشي في الشارع بقالي 3 ايام لا كلت ولا شربت ولا نمت، ماشي يائس من حياتي، فاكر انت؟ وقيس بيه الساعه 10 بالليل. الساعه 10 بالليل بقى في روما ده خطر قوي قوي، يعني صعب الواحد يمشي لوحده، فاكر انت؟ فوانا ماشي كده في امان الله لقيت عربيه ماشيه ورايا، فاكر ها؟ فرحت ايه، حتى بطأ في الخطوه تبطأ، امد شويه تمد، خفت، رحت مدد اكتر، راحت العربيه ماده، رحت جاري، قامت العربيه جاريه ورايا، قعدت اجري 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 والناس يقولوا حسبي. المهم انا وانا بتجري العربيه بتجري ورايا، خفت بقى قوي. فاكر انت لما كنت جريت؟ ففجاه رحت واقف وقلت بقى يلا بقى حياه وموت بقى، هعمل ايه؟ راحت العربيه جايه كده عمل ايه، وراحت واقفه قدامي، وراح فتح واحد الازاز بسرعه كده ورحت راقلب نصه، قال لي شبرا واحد شبرا. في ايطاليا؟ في ايطاليا. انا قلت الاول ايه، يمكن في حي اسمه شبرا في ايطاليا ولا حاجه. طلع بقى مفيش حاجه، طلعوا عيال صحابي مصريين، اتصاحبنا يعني بعد كده وبقينا اصحاب وحبايب قوي قوي، حتى عرفتهم بمختار، فاكر؟ مختار كان معاك؟ لا فاكر. عارف يا مختار، مدحت يعجب مين قوي؟ بلبله. بلبله مين؟ نبيلة هانم السلحدار صاحبة النوش. تعرف يا مختار، بلبله اصلها تموت في خفه الدم وتموت في اللي يضحك معاها، عشان كده ما بتكبرش ابدا، عمرها ما شالت للدنيا هم. البتاعه دي مش عارف ما بلبله دي نظامها ايه؟ لا دي فوق قوي قوي، مليارديرة. طب ما يا ريت نتعرف عليها بكره. قوي قوي، ناخد الشاي عندها بكره بالليل، ايه رايك يا مختار؟ قوي قوي. ياه ايه؟ لا انا فاضي بكره. عليا اني عمال اضربه، الواد راجع من بره معايا قرشين عامل لي بيهم فول. يا عم انت مدخل نفسك في مواويل غريبه قوي، دماغنا بقى صراحه ربنا انا مش فاضي لك ولا فاضي للمواويل بتاعتك دي خالص. امال فاضل الولايه القرشانه اللي انت رايح لها هتعمل زي صاحبك؟ مش احسن ما كل واحد يبيع ويشتري فيا على مزاجه؟ وانت كده ما بتبيعش نفسك؟ ببيع بس بيعه مضمونه. طب افهم، انت رايح لها بكره بصفتك ايه؟ رسميا رايحين نشرب فنجان شاي، انما الشغل اللي من تحت لتحت هي طلبت تشوفني عشان نتجوز. كشف هيئه يعني؟ اعتبروا كشف هيئه. اخس بقى، مش مكسوف من نفسك؟ ايه في ايه؟ خلي بالك لما نقيت دول على الحساب هيوصل 250 جنيه. 250 جنيه ليه؟ انا شربت تمويل القهوه كله. والحساب مفتوح بقاله شهرين. طب خلاص ما تستعجلش، كلها يوم ولا 2 وادبر لك جوز جنيهات. بالذمه مش مكسوف من نفسك وانت عايش في الحياه شوك وكده؟ جايب لك كلام راجل مادي. راجل مادي ايه ده، انت اللي غاوي فقر. ايه رايك بقى، انا لازم اخدك معايا بكره عشان تشوف العز اللي على اصوله، يمكن ربنا يكرمني واعرف اعالجك. لا 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 روح لوحدك يا حبيبي. وكتاب الله العلي المجيد لا تيجي معايا غصب عنك. ايه رايك بقى، على الاقل تقف جنبي يا اخي تشوف اخوك في الموقف ده، ولا انت ناوي تستندل ولا ايه؟ الو، يا صباح الورد والزبده اللي معجونه بقشطه يا مراته انشراح هانم. بقول لحضرتك ايه، ايوه يا مدحت، ايوه فاكر ميعادنا بكره في فيلا بلبله في الزمالك. في شعر في شارع حسن صابر. طيب هشام عندك؟ يا ريت يجي معاك، ادهوني. لا ما تحرجنيش بقى، كلمني. ايوه نعم، هي جمعيه كل واحد هيقبضها مره ولا ايه؟ عاوز تخيبه زي ما خيبت انت؟ انا عايزه يقب، يشوف الدنيا، يسافر، يستمتع، يتلعب في الغلوب. طب وايه الثمن بقى اللي هيدفعه؟ قول لي. ايه ده؟ انت بتعمل ايه؟ هات بقى كفايه.
عايزها ناعمة حريم عشان المأمورية اللي رايحينها خشنة شوية. محمود شوف هشام بيه ياخد دقن ولا شعر؟ لا دقن ولا شعر، انا مستني الاستاذ. ليه كده يا هشام؟ ما تاخد دقنك هنخش على الناس كده؟ انا حر يا اخي. ايه يا هشام؟ شكلك ناوي تبوظ الجوازه الليله دي. والله ابقى عملت فيك خير. خير؟ ما انا عارف، انا لما المقصات بتتفتح وتتقفل قدامي بتنكد. يا ساتر يا رب على نكدك، ربنا يعديها عليك. سوق يا اسطى. خد لك بدله ولا جاكيته جلد مش احسن؟ انا معايا فلوس كتير يا فاضل. انت مبسوط وانت شاري بدله ما انت دافع ثمنها كده؟ وايه يعني؟ مش اخويا حبيبي حبيب قلبي هو اللي دافع لي ثمنها؟ واخوك ده جاب الفلوس منين؟ مش من مراته؟ وايه يعني مراته؟ هو ايه ومراته ايه؟ ما هم واحد. وانت يعني لما ناهد اديتك الفلوس عشان تشتري لها الدبل عشان تخطبها كان حلو ليك؟ لا ناهد حب مش نصب. حب ايه؟ بقول لك ايه، ما تخنقنيش، مفيش حاجه اسمها حب، الحب ده في الافلام بس، وما تعكننش عليا في الليله الخضراء دي. تخيل يا هشام، تخيل اخوك قاعد في القصر ده كله. بقول لك ايه، الفلوس بتسال الناس. تعرف انا بجيب كام؟ 75 قرش، لكن حاسس ان عليك. طب خلي الموضوع ده بيني وبينك. ليه؟ لا عشان الحسد يعني، عشان ما حد، انا اتخنقت منك خلاص خلصت. الهانم نازله حالا على مهلها. اي خدمه؟ شكرا. أنا طالعة لها يا ميرو. اوكي. ميرو. عيون ميرو. هتوحشني. انت هتوحشيني اكتر. نبيلة هانم موجودة؟ مين حضرتك؟ قول لها مدحت هشام. هي في انتظاركم، اتفضل. اهلا اهلا يا هشام، اهلا. ما كنتش متخيل انك انت تيجي. ازيك يا مطار؟ ازيك يا حبيبي؟ برافو، حلو قوي على قدك. بقى حاجه من الفلوس تتهلك ما ولا ايه؟ تريحش بقى ولا نقلعها واعملها بالفانيلا. الله. ايه ده؟ مين دي؟ دي انوش لما كانت بتعمل الفوازير. اتفضل. امال هي فين انوش؟ قصدي انشراح هانم. فوق مع بلبلك. عارف بقى، عرايس بقى وجداد وحلوين. عرايس. اه. ياه، ايه الحلاوه دي؟ مين القمر ده؟ دي نبيلة هانم الشرباكي. دي نبيلة هانم الشرباجي؟ سنة 42. ده بقى اكيد الشرباجي باشا والد نبيلة هانم. الله يرحمه ويحسن اليه. مش ده الباشمهندس محمد علي باشا برضه؟ هو قريبها برضه؟ الله يرحمه ويحسن اليه. هيتجوز التاريخ. البهوات يأمروا بحاجة؟ انا هاخد درينك. حد يحب ياخد درينك معايا؟ هشام تاخد درينك؟ لا انا هاخد سحلة. نعم؟ اصله رياضي بيحب الحاجات المغذية. اعمل له كوباية سندوتش. اوكي. جولية من عين حتشبسوت. لسه ليها نفس تتجوز؟ ايه يا هشام؟ وبعدين؟ اقعد ساكت خالص. يا جماعة احنا كنا في ايام الجامعة ما شاء الله ماشية معانا وزي الفل. ايه اللي يرميكوا بقى على المر؟ اللي امر منه الفلس، الجوع، الفقر، الصياعة. مراتي النوش.
الحلاوه دي كلها؟ هشام الضلع الثالث في مثلث صداقتنا. انشنتي. بلبله بس مكسوفه شويه. مدحت بيتكسف برضه. اهلا يا مدحت بيه. اهلا يا هشام بيه. اهلا وسهلا. اتفضلوا ارتاحوا. بموج التعبير والشعر الحرير عالخدود يهفهف. الاغنيه دي بتتغنى على البحر في اسكندريه. في الحقيقه لما كلمت بلبله عن مدحت وخفه دمه اصرت انها تتعرف عليه. نبيلة هانم، دي أمنية غالية وتحققت لي. أنا أكيد مش هعرف أنام الليلة دي من الفرحة. نبيلة هانم، حضرتك واضح إنك بتحب الموسيقى. ايوه طبعا، اصل معالي سعد باشا زغلول لما كان يجي يزور معالي والدي كان دايما يطلب مني ان اعزف له حته موسيقى معينه دايما يحبها. والدتي ربنا يديها الصحه وطولة العمر باولا بارتوك مارتون فاربي كانت دايما تاخدني عند بروفيسور روتسر رايل فون هايدلبرج عشان اخد درس البيانو. مين ده؟ بروفيسور روتسر رايل فون هايدلبرج، حضرتك تسمع عنه؟ كان عندي من أسبوعين. البروفيسور؟ لا البارد. نبيلة هانم، أنا عاشق للموسيقى. يا ترى لو طلبت من حضرتك تسمعيني قطعة موسيقية من اللي اتعلمتيها على ايد البروفيسور اسمه روتسر رايل فون هايدلبرج. ايوه، استجلال روبرتو وساوي بارد. أيوة. ممكن حضرتك تسمعيني ولا هتكسفيني؟ لا طبعا هكسفك، انا ما بعزفش الحاجات دي الا لسعد باشا زغلول فقط. بجيبه منين دلوقتي؟ بلبله عشان خاطري يا بلبله. حاضر. باردون، عن اذنكم. تعزف بجد؟ نبيلة هانم، المزيكا بتاعتك لمستني من جوه، من هنا طلعتني لفوق لفوق ومسكت الهوا بايديا. ماسك الهوا بايديا، ماسك الهوا. كده صعب الحل. الله، قول يا عندليب يا حبيبي. نبيلة هانم، تسمحي لي اسمع مقطوعة تانية؟ لا. ايه؟ لا انا ماشي. ليه؟ اصل انا ودني حولة. يا ماما يا ماما وطوا التلفزيون شويه مش عارفه اذاكر. يا ست ريحي دماغك شويه وتعالي اتفرجي معانا على الحلقه الاجنبيه. اليابان وشين. والله يا طنط، عارفه يا طنط، اليابانيين دول هيجننوني. الواحد منه عينيه قد المدلين لكن يجنن، انما احنا الواحد مننا عينيه قد كده تندب فيها رصاصه وطول الله في باتشينو. اتكلم عن نفسك انت بس. ظريفه. واد اللي حقلها يا خالتي. اتاخرت ليه بقى؟ معلش، اصلي كنت مع مدحت، عقبالك كان بيخطب. ازيك يا طنط؟ ازيك يا كويس يا اهو كويس. في ناس يا اخويا بتاخد خطوه في حياتها. احنا ايه؟
هنفضل واقفين كده محلك سر؟ والله يا طنط انا جاي مخصوص لحضرتك علشان الموضوع ده بالذات. اتفضل يا شيخ، ده كمبوتر فواكه مقطعه. العلبة ب3 دينار، في 11 يبقى ب33 جنيه. كل طنط ممكن نقعد شويه لوحدنا؟ ده مش غريب، ده ابن اختي. الظاهر ان وجودي غير مرغوب فيه. استاذن عشان لازم اعدي على العمال في الشقة، اصلهم بيلزقوا ورا الحيط. مع السلامة يا هشام جاي النهارده علشان يلبس الدبل يا ست الكل. يلبس الدبل؟ لمين؟ ليا انا طبعا. طب وهتعيشها فين؟ وهتاكلها منين؟ انا بقول يا ماما وحياتي عندك نقعد معاكي هنا لغايه ما هشام ظروفه تتحسن. انا يا حبيبتي ما بحبش حد غريب يقعد معايا في بيتي. خلاص احنا نلبس دبل دلوقتي وربنا يسهلها لي ويجيني شغل هعوضها، هجيب لها كل اللي هي عايزاه. انا هجيبها لك من الاخر. الراجل اللي يقول يا جواز لازم يكون قده، وانت مش لاقي تعيش نفسك. الله بقى ماما. بس يا بنت قومي خشي جوه. يوه بقى الله يرحمك يا بابا. استاذن انا. مع السلامه. شي اتش سيتش سن شي اتش. لا مش انتوا، ده بيندهلي. سيتش سن شي. في موضوع مهم جدا اتش لازم نقعد نتكلم فيه. سن تعال بس شي تعال. اتش. استمروا يا جماعه انا جاي لكم. ما تتكلم يا ابني. قلقتني يا مختار، في ايه؟ يا جماعه انا مش عارف ادخل منين بصراحه يعني. بصراحه حصلت غلطه كبيره قوي واحنا عندنا بيها هنا. غلطه مني انا؟ ده انا لبست الجاكيت الاخضر وعملت فيها عبد الحليم حافظ. بالعكس انت كنت فل، كنت كده. امال ايه؟ اصلها رفضت انها تتجوزك. ليه؟ كانت عايزاني حسن الاسمر يعني؟ قالت لا مش عايزاك وقالت لانوش انها عايزه تتجوز هشام. ايه؟ هي قالت من ساعه ما شافتك وهي هتتجنن عليك، وقالت ممكن تكتب كل املاكها بس انت توافق. وانا ايه بومبا؟ مدحت يا اخوان انت عارف المسائل دي اسم ونصيب، والست هي اللي بتختار مش الراجل. بقول لكم ايه، ما تجننونيش. انا مبقوق وصر على قلبي قد كده، متضايق من خناقه لوليه ومناهل امبارح وعاوز افش غل في حد. يا ابني ده يا ابني ايه تعال انت عبيط يا ابني، حد طايل. انا اللي مش عارف اعمل ايه. يا اخي انت مشكلتك محلوله، ما تقلقش هندبر لك احنا اي حاجه. المهم دلوقتي في نبيله هانم، البت حساسه. بت بيقول لي بت دي من انسى زغلول، ويعني هي عشان من عيال سعد زغلول تكسر قلبها؟ ده كسر حقك. الحق بيقول لي تكسر قلبها. بقول لك يا مختار خليك معايا، سيبك منه، ده مفيش منه فايده. انا كنت خلاص يا مختار رستقت ظروفي وكيفت حياتي على العز والتكييف والنغنغه. يا حظك الاسود يا مدحت. فكرتني انت ابن حلال. يالا في واحده بقى مستريحه ومريشه على الاخر وورور 56 سنه. انت ضدي؟ انا عايز العب في المسن المضمون، حاجه كده ما تطولش معايا. يا جدع دي فيها مميزات خاصه. ايه هي؟ ربط، سكر، ضغط، انسداد الشريان التاجي، يعني ده يعوض ده. انا حاسس ان انا قاعد مع 2 نصابين. سيبك منه خليك معايا. انا بقول لك ايه، انا عايزك تدور لي كده على حاجه 70 80 سنه. 70 حاجه عضمايه يعني كده. ايوه وديده هانم خالة انوش. وديده؟ ايوه. دي كام سنه دي يا مختار؟ دي 75 82. دي ماتت. يعني ايه ماتت؟ يعني خلاص على وشك قربت تموت. اهو ده الشغل. في ناس جرالها ايه؟ اتهبلت ولا ايه؟ ملعون ابو الفلوس اللي تعمل كده في الناس. يا جدع ما تشتمش الفلوس لا تزول من وشك. زايله يا حبيبي لوحدها، وبعدين اذا كانت على الطريق ده تزول احسن. فقري حد يرفض النعمه اللي زي الفل دي. بص يالا بالصلاه على الصلاه. يا جدع ما تعكس. افرض وتكون مثلا وديده هانم قاعده هنا تقول عليك بتاع بنات ترفض تتجوزك. ايه القمر ده؟ حلوه يا ماما؟ حلوه زي القمر، بس اخر تسمعي كلام امك. لو عرف ان انا خرجت مع ضياء. ماله ضياء؟ مقطع نفسه عشانك وبيحبك، مخليكي مش محتاجه لاي حاجه. المقطوع ده عاجبك اللي بيقول لك كلام فارغ؟ ايوه يا ماما، بس ضياء مش التيب اللي انا بحلم بيه. غيريه. الراجل يا بنتي ما يعيبوش غير جيب. خدي اللي بيحبك وسيبك من اللي انت بتحبيه. هقولك ايه، ما انت عارفه كل حاجه.
لو كنا عندنا فلوس كنت جبته وجوزتهولك وصرفت عليه، ومهما كان ضياء مننا وعلينا. انا يا بنتي عايزه اطمن عليكي قبل ما اموت. بعد الشر عليك يا ماما. لا عندك اب ولا اخ. بعدين معاك يا نايد. خلاص بقى ما تعيطيش، حقك عليا، حقك عليا يا امي اللي تأمري بيه. خالتي خلي ناهد تخلص لبس بسرعه عشان نلحق الملاهي من اولها. حالا يا حبيبي بتلبس. خالتي انا خلاص ركبت اوضه النوم، عاوزين بقى نعمرها. انا جاهزه. ايه انتوا كنتوا تتوشوشوا على ايه؟ حاجات هتعرفيها بعدين. بس ايه رايك في اخوك النهارده؟ اظن الوليه انبسطت مني قوي. ها؟ ودينا هانم يا دي كانت هتاكلك بعينيها اكل. يالا ده انت رصيت لها راس. انت يالا طلعت معلم. يالا بس ربنا يجعله بنتيجه يا رب. وانت يا هشام ايه مش هتخلصنا بقى الموضوع بتاعك ولا ايه؟ الولايه اتكلمت 5 مرات. ما تعقل بقى يا ابن الناس. ما تتجننش عليا انت، ده مش عشان توصلني هتطلع روحي. انزل هنا والله. اوه ما تسيبك بقى، سيبك من اللي انت فيه ده، شغل مخك شويه، سيبك من قلبك اللي يوديك في داهيه. يا بني ادم انا دلوقتي رايح البس دبل للست اللي انا بحبها. تكلموا في ايه؟ مش فاهم انا. ايه ده؟ ده في مين انا لابسها الدبل النهارده؟ وراهم وراهم. بقى في اليوم اللي احنا محددينه عشان البسها الدبل تخرج معاه، تخرج معاه باي صفه. ما قلنا كده من الاول، قلنا كل واحد يشوف مصلحته. يا ترى هم رايحين فين؟ اصل الواد ده حاطط عينه عليها من زمان. ده اللي واخدينه منين؟ ابتدينا بقى الغيره ووجع القلب. خدنا ايه بقى من البنات الصغيرين؟ تحب البنت من دول تعمل لك شنيور في دماغك. ما تسيبك منها يا اخي، سيبك منها وخلينا ندور على حالنا. بقول لك ايه، خليك وراهم، خليك وراهم. بص قدامك اعمل حاجه، ما تضربش حبيبي. ضحك ولعب وجد وحب، ضحك ولعب وجد وحب. عيش ايامك عيش لياليك، خلي شبابك يفرح. لا انا لازم اضربك. خلاص الملاهي بقى. الله هو عامل لك ايه يا جدع؟ الله واحد معاه فلوس وممتع نفسه وممتع اللي حواليه، متغاظ انت منه ليه؟ قول لي عمل لك ايه؟ قول لي. طب هي ست وقت تخرج معاه. يا سلام عربيه وفسحه ومدلعها اخر دلع. ست خلاص بطنها مشيت في البطاطا اللي بتوكلها لها ورجليها تعبت، من المشي. الموت ورجل. تلقى الدنيا فرحة كبيرة، ضحك شوية لعب شوية. الحق ده بينشم في الراجل. ده طلع احمر زيك. النص بات بره، هما الرجاله كلهم كده عينيهم تتدب فيها رصاصه. عارفه الباشا جوزي انا ما كنتش حرماه من ولا حاجه، وعرفت بعد 10 سنين انه واخد شقه خاصه جنب الكتكات عشان يعمل فيها حاجات قلة الادب. انا متضايقه. ايه ده؟ مين اللي جاي على الصبح كده؟ طيب يا بلبله انا هكلمك بعدين، يمكن يكون هو. الشغاله الجديده يا استاذ. خليها تدخل. اسمك ايه؟ عزيزة يا ست هانم. عزيزة، أنا عايزة تشوفي شغلك كويس. البيه
مالكيش دعوه بيه. يعني ايه يا ست هانم؟ قصدي اقول لما البيه يطلب منك حاجه تنفذيها وتمشي على طول. يعني ايه يا هانم؟ اظن كلامي واضح. واضح يا فندم، واضح. طب خلاص اتفضلي. طيب حضرتك تأمريني بأي حاجة؟ لا. عن إذن حضرتك. جاتك البلا. ميرو ميرو حبيبي، كنت قلقانة عليك أوي 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 أوي. فيك حاجة حبيبي؟ لا مالك؟ أنا ما نمتش طول الليل عشانك. فيك إيه يا حبيبي؟ اصل هشام صاحبي كان عنده مشكله وكان لازم افضل جنبه يعني. خطيبته سابته. يوه في 60 داهية. هما البنات بتوع اليومين دول يتعشوا، نبيلة لسه حالا مكلماني عليه دلوقتي. حبيبي حبيبي أظن عايز تنام دلوقتي. يلا نشرب اللبن وعلى طول عسل. بس انا مش بحب اللبن. لا هتشرب اللبن يعني هتشرب اللبن. عزيزة عزيزة. عزيزه مين؟ الشغالة الجديدة. الله، هو تسوقي مش موجود؟ مشيته. ليه؟ أصله لقيته بيبصبص لي فخفت منه مشيته. حمار ما بيفهمش. ازاي يبصبص لك؟ ازاي يبصبص لك وانا مش موجود؟ كوباية لبن للبيه بسرعة، لبن دافي. دافي. ابقي البسي حاجة غير الهباب اللي عليكي ده. حاضر. كنا بنقول ايه يا حبيبي؟ البسي حاجه غير الهباب اللي عليكي ده. الحب ما يعرفش فرق في السن. المهم هنا، ما دام هنا مرتاح يبقى خلاص. الناس هيقولوا عليا ايه يا مدحت؟ اتجوزت واحد في سن اخوها صغير. اولا يا وديده هانم، ارجوك يا مدحت بلاش هانم دي. دودي انا عاوز اقول لك على سر. على فكره انا مش صغير، انا سناني واقعه وشعر شايب، بس انا اللي سابق ومركب طقم، بس انا شكلي بيبان صغير. انا حسيت بكده اول ما شفتك. عجبك؟ ايه ده؟ انا تعجبني الحاجات دي؟ انا تعجبني الحلاوه دي ولا الطعامه دي؟ انا اتاثر فيا الطعامه دي؟ لا وديده هانم، انا راجل ليا مزاج تاني خالص، مزاج مختلف. انا ما احبش البنات الحلوه اللي بتلبس شورتات وشعرها اصفر وبيمشوا ويتميصوا في الشوارع. لا 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 لا. عارفه يا وديده هانم، انت مش هتصدقيني، انا اول مره شفتك فيها حسيت بحاجه غريبه جوايا. كياني كله بيتلخبط، شعوري بيتلخبط على بعضه. حسيت ان قلبي عمل تك. انت عارفه اللمبه لما تتحرق كده لوحدها لله في لله تك؟ ده اللي انا بشعر بيه يا حبيبي. انت انسان رقيق قوي، يا ريتني شفتك من زمان. وليه زمان؟ احنا ولاد النهارده. دودي اسمحي لي اطلب ايدك. الموضوع ده مش انا اللي هقدر اجاوبك عليه، الكلام هيقبض يا ماما. مين؟ ماما؟ النهارده يوم المفاجآت، فيديو ياباني اصلي 3 نظام، وان شاء الله يوم ولا 2 واركب لكم الدش. الدش. لكن ده غالي قوي يا ضياء. يا ماجد انت لو طلبت لبن العصفوره هجيبهولك. والله معقوله؟ انت فاكره عنتر بن شداد لما جاب شويه جبال عبله؟ فاكره؟ ايه يعني ده؟ انا جايب لك تمساحه. خشي البلكونه واتفرجي شوفي تحتها ايه بالظبط. خشي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. صدق الله العظيم. ربنا يحفظ التمساح يا خالتي. الله تجنن يا ماما تجنن. دي هدية جوازنا يا ناهد. لكن يا ضيائي انا ماليش في الدنيا دي غيرك انت وخالتي. المباراة قربت، لازم يبقى ذهنك صافي وانت بتلعب، لازم تبقى مركز قوي. نحي عواطف. ازيك يا هشام؟
اتفضلي دلوقتي. كنت فين امبارح؟ كنت في البيت. تكذبي يا ناهد كمان؟ اسمع بقى يا كابتن، انا مش هقدر اصبر اكتر من كده. انا فضلت اقنع ماما، اقنعها واقنع نفسي، لكن للاسف مفيش منك امل خالص. تقدر تقول لي هستنى لحد امتى؟ 10 20 سنه؟ زهقت يا ناهد؟ زهقتش يا هشام، لكن انا بنت زي كل البنات، عاوزه اتجوز. تقدر تتجوزني يا كابتن؟ لا، ما اقدرش. ليه بقى؟ ليه دي انت عارفه اجابتها كويس، لان دي مش ظروف لوحدي، دي ظروف جيل، ظروف بلد. انا مش جاي اكلمك في السياسه، انا جاي اقول لك حدد ميعاد لجوازنا. للاسف ما اقدرش. وانا كمان ما اقدرش اعيش حياتي كلها متعلقه على واحد. كده يا ناهد؟ انا اسفه يا هشام، دبلتك اهي. لا، الدبله دي انت اللي دافعه ثمنها. هتتجوزيه؟ ايوه هتجوزه علشان يقدر. هتبيعي نفسك بالفلوس؟ لا يا هشام، انا مش هبيع نفسي، انا عاوزه اعيش زي كل البنات، وانت لو كنت في مكاني كنت عملت كده. لا يا هانم، انا لو في موقفك مش هعمل كده. انا اتعرض عليا جوازه تعيشني ملك ورفضتها علشان. اسمعي، ليكي عندي خبر انما ايه يجنن. صحيح، ما تفرحيني يا انوش، انا بقالي 30 سنه ما فرحتش. البت سابته. سابت مين؟ حبيبي القلب هشام يا حبيبتي. امبارح مدحت ومختار قاعدين معاه طول الليل يواسوه. يعني دلوقتي هو محتاجه على لكه صغيره. حاضر. تدوسي على زرار الحنيه شويه حنيه، تدوسي على زرار الحب شويه حب، كتير حب. لا انت بتاخدي كام؟ والنبي يا ريدي حتى الست نشفى عليا خالص، يا دوب بتديني 350 جنيه في الشهر. يعملوا ايه دول بس دلوقتي؟ وحيدك يا بيه، أمانة عليك تكلم الست تزودني شوية. على رأيك 350 جنيه يعملوا ايه؟ اهو بدل ما الواحدة تمشي بمشي البطال. بنتي عزيزة، عزيزة. نعم يا ستي، أوامرك. أنا مش قلتلك تغيري الهباب اللي انت لابساه ده؟ حاضر يا ستي. البسي صاحي. لسه حالا دلوقتي صاحي، لسه دلوقتي. طب نجري على المطبخ. طيب مش لما أكمل مسح؟ لا، قلت لا.
وزي ما بقول لك كده وديده هانم في عينيا يا مدام حتشبسوت، اعتبريها في ايد امينه. انت سامعاني في اليوم الاسود ده ولا ايه بس؟ انا لفيت عليك الدنيا، انا رحت الانتكخانه قالوا لي في المتحف المصري، وصلت لحد المتحف المصري قالوا لي في دار المسنين. سامعاني؟ انت عاوزه تتجوزي وديده بنتي؟ ايوه كده اسخني معايا، انا عايز اتجوز وديده هانم. انت واخد لقب بيه؟ انت بيه ولا لا؟ بيه؟ الحاجات دي اتلغت من زمان يا حاجه. لازم اللي يتجوز وديده يكون بيه. ماشي انا بيه. في عند حضرتك طلبات تاني؟ في طلب تاني. انا تحت امرك، اموريني. ملك لازم يوافق على جواز. نور جمالك نور عجيب يسكي في القلب اللهيب. نور جمالك نور عجيب يسكي في القلب اللهيب. يزرف مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك. كل من ايه وجعتك؟ معلش عشان احصلك في جمعتك، معلش. من الله امنتي بالله. نور جمالك لسه قيم لو بصور هشام بيه، ممكن اقعد؟ اقعدي. نور جمالك وحشتنا، يعني ما شفناكش من يوميها. لا شوية مشاغل. مشاغل خير ان شاء الله. هو مفيش رقاصة؟ انت عايز تفتح مخ البنات ولا ايه؟ نور جمالك آية من الله أمنتي بالله. نور جمالك في الظلام بدر في يوم بالتمام. حسني قدك والأوام كل أروح نافدة. استنى عشان هنوصلك في سكتي. لا انا اللي هوصل هشام بيه، هو في سكتي. ليه حضرتك فين بالظبط؟ اخر مصر الجديدة. لا انا في امبابة، مش سكتي خالص. برضه سكتي، اي حتة سكتي. تعرفي يا انوشة حبيبتي، الواد هشام ده ابن حلال مصفي، بس حظه وحش شوية. عندك انا مثلا، انا حبيتك حقيقي، حبيتك يا حبيبي، حبيتك ولقيت فيك الانسان اللي طول عمري بدور عليه. صدقيني انا بحبك، انما هو بقى هيفضل طول عمره كده ضايع مش لاقي له بر. يا سلام، بقالي 40 سنة ما سمعتش كلام حلو زي ده. ميرو، يا ريتني افضل جنبك على طول ليل ونهار. ايه العربية فيها حاجة؟ لا، الظاهر ان العربية كمان بقالها 40 سنة ما سمعتش كلام حلو كده. يا حبيبي فرصة اجيب حاجة من الاجزخانة دي. ايوه كده، خد بالك من صحتك عشان خاطري. مساء الخير. مساء الخير. عندك دواء ينايم فيل؟ اصل الست بتاعتي عندها ارق وكل يوم ما بتنامش وما بتنيمنيش معاها، مسكينة بقالها اسبوع لغاية دلوقتي ما بتنامش. اتفضل. فيل فيل تاخد منه كام حباية؟ حبايتين يناموها 18 ساعة تقريبا. 18 ساعة. العلبة فيها كام حباية؟ العلبة فيها 100 حباية. 100 حباية؟ يا حبيبي 18 تاخد حبتين يعني يعني ممكن العلبة دي تنامها 3 سنين.
ايه يا هشام بيه هتفضل مكشر كده على طول؟ ده النهارده فرح صاحبك. معلش اصلي مهموم شويه. مهموم؟ مهموم من ايه؟ قول لي ايه السبب وانا اريحك. لا مش هتقدري. مش هقدر ازاي؟ هي مشكلة مادية؟ يعني عايز كام؟ ما تعملش كده، اعتبرني اختك. لا لا لا، ما تعتبرنيش اختك، اعتبرني بنت عمك او بنت خالتك، مفيش فرق بينا. انا مستعدة احل لك كل مشاكلك. هي اي مشكله في الدنيا تبقى مشكله ماديه؟ برافو عليك، اديك قلتها بنفسك. انا بقى مستعدة احل لك كل مشاكلك. ايه رايك بقى؟ مرمورة ميرو، احلى كوبايه عصير لاحلى قرموش في الدنيا يا حياتي. ميرو، بعد ما نشرب العصير هتنام؟ بس عليك كلنا هننام يا حبيبتي. لا الست تشوف. لا مفيش ست قدامها 45 ساعه مش قادر تقوم. الدكتور قال كده. عم نفس الاوضه اللي جنبنا. نور بكره حطوا له حبيتين. ما ينفعش كده. استنى يا شيخ. مجنناني. شغالة يا نتن. بس ايه كده عود كده يحل من على حبل المشنقة. ماشي. والله يا قنوش لو عرفت هتوديك على حبل المشنقة عدل. قنوش لا انا كل يوم بحط لها منوم، بس حاجه غريبه يا اخي، حظي وحش قوي، كل يوم بيحصل حاجه. انت اخبار جوازك ايه؟ الحمد لله. يا ابني انت بتصلح كرسي، بالراحة شوية. بكرة بقى يا جميل هنقعد انا والباشا قعدة التوكيل. توكيل؟ وانا عبيط زيك. انت مراتك لو رميتك النهارده مش هتطول منها لا حق ولا باطل، انما انا خلاص استفت اموري ورتبت نفسي وهقعد معاها بكره عشان تعمل لي التوكيل. يا ابن النصحى. وهشام اخباره ايه دلوقتي؟ انا اخر مره سايبه مع بلبله. يا ريت يا جدع. اهو يبقى كلنا قبنا على وش الدنيا كده مره واحده. انت مودي ايدك فين؟ بقول لك ايه، تيجي نروح له؟ في النادي؟ نادي ايه، ما رفضوه. اهو قاعد متكوم على القهوه ليل ونهار. ان شاء الله اول ما اخد التوكيل من دودي ناوي اخش انا وانت في مشروع كبير قوي راس ماله ما يقلش يعني عن 10 مليون جنيه. لا 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 مدحت، انا في دماغي مشروع اكبر من كده بكتير. ما هو الشام ده اللي معطلنا. فيها ايه الشام لو اتجوز الوليه ديت ودخل معانا في مشروع اكبر ونقب كلنا على وش الدنيا يا اخي. انا احبه قال شيء من المقال، ياللي فاكرنا بنتمنى قلبك وبعد عنك، ياللي فاكرنا بنتمنى قلبك وبعد عنك. قال ايه وقال انا احبه قال ايه وقال شيء من المحال. انا احبه قوي قوي، انا احبه قال شيء من المحال. انا احبه قال شيء من المحال، ياللي فاكرنا بنتمنى خد قلبك وبعد عنك، ياللي فاكرنا بنتمنى خد قلبك وبعد عنك. قال ايه وقال انا احبه قال ايه وقال انا احبه قال انا
حقه. ده شرب لغايه دلوقتي 15 قهوه و30 حاجه، ده ما كانش بيشرب الا سحل. ايه الحكايه؟ بقول لك يا بلعب، انت مشبك لغايه دلوقتي 62 جنيه. فلوسك هتاخدها على دهنك ليه؟ اديني الاسكان. بقول لك ايه يا جدعان دلوقتي سعادي عفاريت الدنيا تتفتح في وشي. ايه عاوز حساب؟ شغلنا لو قال قال ايه وقال قال احبه قال ايه وقال قال احبه قال. فلوس ايه اللي انت بتتخانق علشانها دي؟ عيب والله عيب. لما تحب تعوز حاجه بقول لك. يلا روح البيت غير هدومك وبالمره تستحمى. لا 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 قولش كده، مش عارفة، كل ما اقوم من النوم احس ان انا عايزة انام تاني. ايه؟ دايخه ونفسك غم عليكي ونفسك في البنجر؟ لا يا حبيبتي من بكره نجيب بنجر. انت عايز الواد يطلع مبنجر؟ انا فرحان قوي يا حبيبتي. اسمعي، انت من بكره تروحي للدكتور، ومن دلوقتي ما تعمليش اي حاجه في البيت. تنامي في السرير. ايوه تنامي وتخلي عزيزه صاحيه عشان تحضر لي العشاء وتسخنه، لحسن انا على لحم بطني من الصبح. حاضر، هقول لها. سلام يا حبيبي. عزيزة. نعم يا ستي. ما تناميش لغاية ما يجي البيه عشان تسخني له الأكل. أوامرك يا ستي، وأنا أقدر برضو أخر لك طلب. كل يا راجل، كل بقى، كل. سيبك من الموال اللي انت فيه ده. ما احنا اهو قدامك حلوين، ناقصنا ايه؟ ولا حاجة. طب بذمتك انت عاجبك المرمطة والبهدلة والإقسام والشكك اللي انت فيه؟ يا راجل هتركب عربيات، تاكل أكلة نظيفة، تسافر، تتمتع. ياض البنت نفسها فيك. بنت؟ إذا كنت مش طايقها ولا قادر أبص في وشها أتجوزها إزاي؟ هو ده الكلام. أنت تسأل وأنا أجاوبك. ما دام هتتجوز جوازة زي دي يبقى في حاجتين لازم يبقوا معاك، ما تستغناش عنهم أبدا. إيه هم؟ ده وده. إيه ده وإيه ده؟ ده نوع رديء جدا من الكحوليات يسمى بمنقوع البراطيش. بق منه ما تشوفش اي حاجة قدامك من اساسه. يعني هيتهيألك انك انت متجوز مارلين مونرو. وده حبيتين منه هيموفيل، يعني لو عايز تخلص منها اديها 2 في العضل. لا في العصير. ودي تبقى حياة؟ واللي انت فيه ده حياة؟ يا راجل اطلع بقى عيش. اب. طيب سيبنا نفكر شويه يمكن اقتنع. اوعى تفكر لا ترجع في كلامك. انا عايزك كده تروح بنفسك وتشوف اخوك وصاحبك.
مفلسة قلت اتجوز كاكوبة طلع ما عندهاش ولا طوبة. قلت اتجوز خنفسة طلعت برضه مفلسة. مالك يا مدحت؟ ما حصلش حاجه. مفلسة. كنت فين يا لا لما جيت اقول خلاص لا ما حصلش حاجه يا مدحت، ما حصلش حاجه. طلع ما عندهاش ولا مليم يا طلعت. طلعت ده انا هشام. مش مهم، مش